زعلت انه عماد متعب بعد عنكم في ماتش الزمالك، وعماد من الركائز الاساسيه، زعلان ان هو مش موجود، وزعلان انه حصلت ازمه قبل كده ما بينه وما بين كان فكرني كان صالح جمعه. كان صالح. بص، كابتن عماد متعب ده قيمه كبيره جدا. ومن الواحد اللي لما بيشوفهم في النادي الاهلي بيحس ان هو جوه النادي الاهلي فعلا. كابتن عماد متعب ودوره مهم جدا في الفريق. وبيساعد كل الناس. واي فرقه لازم يبقى فيها كبار وصغيرين. كبار دول هم اللي بيشيلوا النادي مع الصغيرين. بس دور الناس الكبيره مهم جدا. دور كابتن عماد متعب مهم جدا، زي دور كابتن حسام غالي، زي دور احمد فتحي، زي دور كل الناس الكبيره، وليد سليمان، حسام عاشور. الناس الكبيره دي هي القيمه، هي القيمه اللي لازم نحافظ عليها كلنا. عماد متعب ياما ادى النادي الاهلي وياما ادى منتخب مصر. النادي الاهلي فيه شلاليه، فيه لعيبه كبار ولاعيبه صغيرين؟ لا 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 خالص. ما فيهوش كده؟ لا لا، في النادي الاهلي اللعيبه كلها ملفوفه حوالين بعض. كله عايز يخدم النادي. مفيش حاجه اسمها كبير وصغير. في الصغير بيحترم الكبير، والكبير بيقدر الصغير ويساعده. هو ده النادي الاهلي.